ازيكم يا بنوتات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل سنه وانتم طيبين. خلاص احنا بقينا في شهر رجب ورمضان خلاص على الابواب. كل سنه وانتم طيبين وربنا يبلغنا رمضان باذن الله، لا فاقدين ولا مفقودين. بصوا بقى، انا كنت من فتره كده كنت عامله لوك ازرق. انا نزلت الصور بتاعته بس ما صورتهوش. فالنهارده عشان طبعا انا اصلا ما بحب اللون اصلا الازرق، بس ما صدفتش معايا ان انا اخرج بيه او الكلام ده كله. فانا حبيت ان انا اعمله فعملته ونزلت الصور بتاعته، بس ما عملتش التوتوريال بتاعه كفيديو. فالنهارده قررت ان انا اعمله لكم فيديو وانزل لكم التوتوريال بتاعه الصور بتاعه الفيديو. بس هكون في اختلاف ان انا مش هكون لابسه لينسز. ده الاختلاف اللي هيكون في الفيديو. بس انا محتاره هل انا اعمل روج احمر معاه ولا نود زي ما كان في الصوره. بس فانا دلوقتي عشان ما نطولش على بعض هبدأ دلوقتي اخد باليت الاي شادو. هبدأ اخد اللون الوان البيجات الاول. ف انا محتارة اخد بس انه لون. بس خلاص اخد اللون ده. بص يا ماما. هبدأ دلوقتي اخدت اللون البني بفرشة فلافي، وابدأ ان انا احطه في منطقة الكريس. انا طبعا انا جهزت وشي كله بحيث ان ما ناخدوش وقت في الفيديو، عشان انتوا طبعا عارفين تجهيزات الوش بتاخد وقت طويل. فقررت ان انا اعمل الوش الاول وبعد كده ايه العيون. بس انا مش هسحب اللون لبره قوي، اخري هنا في الحته اللي هي العظمايه اللي عند اخر العين. وطبعا بايد خفيفه خالص وبحركات دائريه. وطبعا لازم الحدود بتاعه الشادو لازم تتحدد، اللي هو تتموه قصدي، تتموه كويس بحيث اني ما يكونش لونه قوي قوي. كده هبدأ اخد اللون التاني، هاخد اللون البني شوية. هبدأ ان انا اغمق اخر زاوية العين. هبدأ ان انا اخد اول فرشة انا استخدمتها باول لون، وهبدأ ان انا اموه الاطراف بتاعة اللون الغامق. لان طبعا انتوا عارفين اللون، طبعا قايله لكم كتير ان اللون الغامق بياخد وقت كبير جدا في الدمج. كل ما بنغمقه كل ما اللون بيحتاج دمج اكتر. كده بقى هبدأ اخد اللون الازرق واحطه على اللون البني. استنى اقرب لكم شويه عشان تشوفوا ان اللون الازرق لما بيتحط على لون بني شويه بتلاقيه ادى لون كده، بصراحه بيعجبني. بيدي على كحلي كده شويه، بيدي على لون جنزيري كده. المهم بيدي لون حلو، انا بحب اللون ده قوي. هو بس بيغمق لي كورنر العين بلون الازرق او بلون كحلي كده جنزيري شويه. بصوا عامل ازاي اللون. فاللون بصراحه بيكون جميل جميل. وانا بصراحه بحب قوي اللعب في الالوان، ما بحبش يعني مثلا هعمل ازرق ما بحبش بيكون ازرق صريح، لا بحب ان انا يعني اكسر شويه اللون الازرق.
ناخد بقى اول فرشه انا استخدمتها باول لون، بس انا هعمل ميكس. اهو ثواني هوريكم اللون. هعمل ميكس بلون فاتح قوي ولون غامق. يعني انا هاخد اللون ده مع اللون ده، لان اللون ده اغمق شويه. يعني هو باين في الكاميرا ان هو فاتح، بس هو اغمق من اللي ظاهر دلوقتي. ماشي، فانا هاخد اللونين دول مع بعض همكسهم كده، وابدا ان انا اموه اللون الغامق ده، بحيث ان هو يكون ايه، متموه. اللون معايا متموه. بص احنا كده موهت اللون الغامق، دخلتها في بعض بحيث ان هو يديني اللي هو اللوك يكون ناعم. وطبعا انا ما جيتش جنب الغمقان ده شويه عشان بحيث ان هو يدي غمقان شويه او سحبه للعين. هبدا دلوقتي اخد اللون الشمر اللي هو اللي فيه ازرق ده، وهبدا ان انا احطه بايدي. ليه انا بحط الشمر بايدي؟ علشان اللون مع حراره الايد بيتحط كويس قوي، بيتضغط عليه كويس، فاللون بيكون اقوى. لكن لما تيجي تحطيه بفرشه اللون مش هيكون يعني بقوه ان انت تحطيه بصباعك. يعني على فكره اللون قوي جدا. انا بص من حاطه اصلا بيكون قوي قوي، بس هو في الكاميرا ما بيبانش قوه الالوان. يعني هي عندي قدامي في المرايه الالوان قويه، لكن في الكاميرا ما مش باين ان هي قويه خالص. انا ممكن اعمل تركايه كده صغيره مختلفه عن اللوك اللي فات، لان انا بحب الجليتر. فانا ممكن احط يعني ايه كم حبايه جليتر كده، ك يعملوا كده قوه لللوك. يعني انا مش هحط جليتر كتير عشان انا اصلا حاطه اللون الشمر ازرق. فانا هحط كده حاجه بسيطه قوي من اسمه ايه، من الجليتر اللي هو ده الازرق. طبعا انا واخداه بنفس الصباع الازرق. يعني هو كله ناطر في نفس المكان، اوزع بصباع التاني. هو مش باين قوي، بس مش باين في الكاميرا قوي، بس هو على الحقيقه يعني باين. بصوا، مش عارفه مش واضح لكم ليه، بس يلا معلش استحملوني بس بالكاميرا ديت لحد لما ربنا كده يسهل وايه، واشتري لكم تليفون بكاميرا احلى توضح لكم الالوان اكتر. بس كده ناخد لي كام مش كتير كده. بصوا الالوان يا ترى واضحه كويس ولا ايه؟ طبعا انا ما موهتش اللون. بصوا بقى هبدا كده بقى انا في عيني من تحت. بس انا هبدا بقى، يعني انا في عيني من هنا ببدا من الفاتح للغامق، لكن تحت بيكون العكس، من الغامق للفاتح. فانا هبدا دلوقتي بالبني الغامق اللي انا بداته. هبدا ان انا احطه بس العين. كده هبدا بقى احط اللون الازرق اللي انا طبعا حطيته. هبدا ان انا احطه احيبه وسط اللون بضفري. هبدا احط اللون الازرق. طبعا كل الالوان دي ببدا ان انا ادمجهم مع بعض. بس يا ريان ايه اوعي يا ريان، ده استاذ ريان المستفز الرخم، لازم يرخم عليا. بس طيب
لان انا اصلا ما بعرفش اعمل فيديوهات ولا اتواصل كويس معاكم بسبب الرخامه بتاعت ريان. يعني دي رخامه ازليه، يعني بعيد عنكم. لان انا بقى اخد اللون الازرق، اقوي اللون الازرق. انا حاسه ان اللوك هيبوظ بسبب ريان. بلا 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 بلا. مش بقول بتقول انا حاسه ان ايه؟ اللوك هيبوظ بسببه. بلا 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 بلا. يعني بجد انا ما بعرفش اصلا اصور وهو موجود معايا خالص خالص بجد، يعني بيكون صعب جدا جدا. انتوا مش متخيلين مدى الصعوبة بتاعته. دلوقتي وقعت يا وقعت. هبدأ ان انا اخد لون ازرق. يعني بص انا ده حطيته فوق عيني، هبدأ ده ان انا احطه تحت عيني، اللي هو ايه، اغمق حاجة بسيطة. انا ما حبيتش ان انا احط لون الفاتح نفس اللون تحت، مش عارفه ليه، بس انا حبيت كده، حبيت ان انا اغير ولا ما اغيرش. لا ثواني هكرر واجيلكم. بصوا انا كده عملت ميكس ما بين اللي فوق والازرق، وهبدا ان انا دلوقتي انضف تحت عيني. انا لو وريتكم كم الكركبه اللي ابني عاملها، انتوا يعني هتقولي الله يكون في عونك ان انت ما تعرفيش اصلا تصوري. يعني انتوا مش متخيل مخدات الكنب والانتريهات والركنه كله على الارض. لا دلوقتي اركب الرموش. طبعا هركبها واجيلكوا عشان طبعا انا ماسكه مرايه صغيره، فهركبها وهجيلكوا تاني. انا كده رسمت الايلاينر وركبت الرموش وحطيت طبعا الماسكارا. هبدا دلوقتي ان انا احط الروج. قررت ان انا اعمله نوت زي التاني. لان انا بصراحه بلف وبرده ارجع ان انا احط بيجات بنيات الحاجات دي، عشان انا اصلا من عشاق البني، بني بيجات. انا كده خلصت. امشي بس على وشي بس كده. انا كده خلصت اللوك.
ايه رايكم؟ بس طبعا في كام تركايه كده مختلفه، ان انا عرضت شويه تحت عيني في كده كام، وخلطت كده لونين على بعض مش لون واحد. يعني انا كان في اللوك اللي انا عملته، انا طبعا عاملاه من فتره كبيره قوي. كان في كده كام تركايه، اللي هو مثلا كنت حاطه لون واحد بس في الجليتر تحت عيني، اللون الغامق، بس انا رحت حاطه مكست معاه اللون الفاتح اللي انا حطيته فوق عيني. وانا ما كنتش حاطه جليتر فوق العين، بس انا المره دي حاطه جليتر فوق العين. وبس على كده وبكده انا خلصت اللوك. بس طبعا مع العدسات بيروح طبعا في حته تانية خالص، زي ما انتوا عارفين ان انا عيني اصلا بتليق على اللينسز لما بحط لينسز وبعمل لوكات. فطبعا كده طبعا عشان في غوامق حوالين عيني وانا عيني غامقه، فطبعا مدي غمقان قوي. بس فرأيكم بقى يهمني في الكومنتات. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، عشان انا بنزل توتوريال وبنزل معلومات ازاي تعمل الميك اب لنفسك في البيت. كل ده بعمله في القناه. فيا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو انا بنزله. اتفضلي. فطبعا انا دلوقتي فرشي وحاجتي بيتلعب بيها، فالحق دلوقتي اجري بسرعه قبل ما فرش شغلي تبوظ. فكل سنه وانتم طيبين، وباذن الله شوفوني في فيديو جديد، وباي باي. وما تنسوش اللايك بتاعكم والكومنتات، وتقولوا لي رايكم ايه في اللوك بتاع النهارده. يلا باي باي، واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين.